انت غالبا متهاك لو الفيديو ده طلع لك. في الفيديو ده انت هتعرف الباسورد بتاعك متسرب ولا لا، وتعمل ايه لو هو متسرب، وازاي تحميه اصلا من ان هو يتسرب بعد كده. ببساطه هتفتح الموقع اللي قدامك ده وتبدا تكتب الباسورد بتاعك، واسم الموقع بالمناسبه هو هاف اي. تقول لي ثواني يا نصاب، انت عاوزني اكتب الباسورد هنا علشان تعرفه وتهكرني صح؟ هقول لك لا يا حويط، لما تكتب الباسورد بتاعك على الموقع ده او على اي موقع تراستد، الباسورد بتاعك مش بيروح كهيئه بلين تكست، لا الموقع بتاعك بيروح كهاش فاليو. تقول لي اصلا يعني ايه هاش فاليو؟ هقول لك للتبسيط المخل ان الهاش ده عباره عن مجموعه من الارقام والحروف والرموز العشوائيه اللي بتتولد للباسورد بتاعك، والحل الوحيد تقريبا انك تعرف الباسورد ده كان ايه، انك اصلا يكون معاك الباسورد والهاش بتاعه عشان تقدر تقارنهم ببعض. غير كده الموضوع صعب جدا. بعد ما بتكتب الباسورد بتاعك على الموقع ده بيبدا ان هو يقارن الهاش فاليو بتاع الباسورد بتاعك بالهاش فاليو اللي موجوده او المتسربه بالفعل. تقول لي طب هو بيقارن بايه اصلا؟ يعني هو بيجيب الباسوردات المتسربه منين؟ والله بيروح يجيب اي وورد ليست من اللي هي الحاجات اللي بتستخدم في البروت فورس اتاك، اللي هي بيكون فيها كميه باسوردات رهيبه جدا، والله بيبدا يقارن كل الهاشات اللي موجوده مثلا في لسته زي الروكيو بالهاش بتاع الباسورد بتاع حضرتك، والله لو لقاه بيقول لك والله الباسورد بتاعك ده متسرب. وخلي بالك ممكن اصلا يكون الباترن اللي انت عامل بيه الباسورد هو قريب من تسريب معين، يعني مثلا باسورد متسرب اسمه عبد الرحمن 1 2 3 4 اللي هو اسم الاكونت بتاعي اول اسم وبعد كده لحد 4. انت اسمك احمد مثلا وعملت نفس الباترن، فده قريب جدا هيتهكر. طب عرفنا الباسورد متسرب ولا لا، ازاي بقى نعرف الباسورد بتاعنا ده قوي ولا لا؟ هتفتح الموقع الثاني، واللي بالمناسبه اسماء المواقع كلها هتلاقيها تحت في الكابشن او في اول كومنت او حتى موجوده عندي في البايو، وبتبدا تكتب الباسورد بتاعك. وبرده يا ناصح الباسورد هنا ما بيروحش كبلين تكست للسيرفر، لا ده بيروح كهاش فاليو، يعني ما تقلقش. وبتبدا بقى تكتب الباسورد بتاعك وتحاول تزود عليه لحد ما الباسورد بتاعك ياخد سكور عالي، وكل ما السكور بتاعك يعلى في كتابه الباسورد بتاعك كل معناه ان الباسورد بتاعك اقوى. طب تقول لي ازاي بقى احمي نفسي لو الباسورد اصلا بتاعي متسرب؟ حاجه بسيطه، يعني هتغير الباسورد بتاعك وتتاكد انك مفعل حاجه اسمها 2 فاكتور اوثنتيكيشن، ودي عملنا فيديو عنها الفيديو اللي فات بالظبط، وهتلاقي برده الفيديو تحت في الكابشن. وبس كده تقريبا نكون اتكلمنا على اي حاجه ليها علاقه بالباسورد. الفيديو ممكن كان طويل شويه، ولكن اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك وفولو وريبوست للفيديو. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.